بخصوص بلجيكا المتمركزة في المرتبة الثانية عالميا، وكذلك كرواتيا في المرتبة 22، دون أن نتجاهل قيمة كندا التي خلقت المفاجأة وفرضت طلائع المنتخب، بالخصوص اللاعبين البدلاء في مقدمتهم سفيان مرابط يدخلون في هذه الأثناء. وحتى المخرج يركز لأن فعلا الصور الأسر المغربية لها دلالة. المنتخب المغربي وحد الجميع. ننتظر دخول الكالسيو الإيطالي، تسريبات لأن هناك مفاوضات، محاولة المرور مع أشرف حكيمي. زياش تمريرة، هدف فعلا أنصاري. أكيد هذا الهدف غيعطي ثقة أكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفترة فراغ جعلته يشك في إمكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب أن نعطيه الدعم النفسي من أجل استرجاع الإمكانيات ديالو. نتذكر الهدف، شوف التمريرة كي كانت مع عند زياش مع اللاعب بوفال، لكن الحارس كانت عنده ردة فعل جيدة كي يرد الكرة ويقتنصها. نخلة الجنوب النصيري معلنا عن الهدف الأول كيجي مبكرا في الدقيقة السادسة. هدف غيخلي طريقة جميلة، لأن هناك البريسينغ، الضغط على حامل الكرة من طرف جوج ديال العناصر. حذاري من المرتدات الخاطفة، حذاري من هذا داري تمويه جسدي جميل. المبادرة كانت عند دافيد فولكوف، هذا اللاعب بالدوري، بهدف المبكر ديال النصيري اللي جاء في الدقيقة. تكسر، تسلل، محاولة المرور مرة أخرى، ولكن يعني بحال هذا الضغط اللي فينا بكل صراحة. حكيم، ضرورة خلق مساحات فارغة، هذه هي الكرة اللي كيبغي يعني أشرف حكيمي. نفذات لكن مشات قريبة اللي تجاوز 2 ديال الأمتار قبل 4 سنوات ديال النصيري. يجب أن نؤمن بإمكانية اللاعبين وحتى الحالة النفسية ديالهم، يعني بحال المد والجزر، وبالتالي النصيري واحد من المغاربة، وهذا الهدف أكيد إذا تزاد أهداف أخرى غيعطي ثقة في النفس. كتشوف في الإعادة ديال اللقطة حصرها بالصدر، ضارب على الكرة، ولكن الحارس في الأوسط اللاعب غوران كاتشيا خطأ لا، في انتظار ذلك حذاري من المرتد. محاولة تسديد بونو، السد العالي المغربي، تمويه جميل. يعني عندهم هذه 2 مرات كيموهوا بالجسد كيخلي الكرة تمر، وهي مناسبة نذكروا بما صرنا في المونديال. الانطلاقة كانت في سنة 1970 بمكسيكو تحت قيادة المدرب اليوغوسلافي فيدينيك. الجورجيين، حكيم زياش بالقدم في اتجاه فرصة عند اللاعب بوفال. المتابعة هذا رقم 6، ولكن احنا سلاحنا في المرتدات الخاطفة. يطبع على الجمهور مباراة عند فرصة دخل منطقة الجزاء. أشرف حكيمي تسديدة، والحارس وكأنه تحول إلى حارس كرة اليد، ساقط إلى منطقة الجزاء. لو كانت قوية بعد أشرف حكيمي ما كانش غيشدها نهائيا، ولكن فقد التوازن. كوتشفيلي، غرام العميد، تمريرة خاطئة جميلة جدا، لأن الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر المرمى ديالو. إن صحت التسريبة، شوف معايا اللقطة، تمريرة خاطئة من 55 متر. الهدية لا ترد، وإن كانت عند حكيمي بعيني مغمضين كيف كنقولوا، فقط تبعها الحارس جورجي مامارتشفيلي وهي تستقر في المرمى. الهدف كيجي في الدقيقة 29، ثنائية لفائدة الأسود، أسود الأطلس دفاعية. وناحي حكيم زياش، تمريرة جميلة في الخلف في اتجاه حكيم،
حكيم النصيري غيدور مع كرة، يا سلام، كنت زيد شوية تعطيها بتسديدة أقوى ترتقي الدرجات. شوف اللقطة إعادة، يعني حكيمي وكذلك سياش اللاعبين اليوم بسخاء، يعني يسخرون إمكانياتهم من أجل الآخرين، بالخصوص إذا كان عمل ضرب الكرة ديالو في اتجاه من اللاعب رقم 7 تشينغري اللي دخل قبل لحظات. ضاعت ليه الكرة عند اللاعب أوناحي محاولة المرور داخل منطقة الجزاء، باقي الخطر محدق الحارس. لو نعم النباهة ديال الحارس في ثلاثة المناسبات ربما كانت الحصة تكون ثقيلة بكل صراحة، لأن 4 ديال التدخلات كانت موفقة. شوف يعني من زاوية صعبة مغادر المرمى ديالو تشفيلي. عبد الرزاق حمد الله 3 مقابل 3. شنو غيدير بها عبد الرزاق؟ مشات عند اللاعب سفيان بوفال امامه الشاعر عند عبد الرزاق حمد الله، وضربة جزاء لأن كانت لمسة يد. حصل الكرة ديالو وحاول يرفعها. كنشوف العميد كيقول بأن اليد كانت مجموعة مع يعني الجسد، ولكن تغير الاتجاه ديال الكرة. الحكم كان قريب من على بامارشفيلي. تعطت الإشارة ديال تنفيذ ضربة الجزاء، ممنوع يدخل أي لاعب من اللاعبين داخل منطقة الجزاء. صعيب يقبطها رغم أنه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعة باش كانت غادية الكرة قليل جدا أن اللاعب يغامر. هناك انشراح داخل المدرجات. 3-0 نتيجة من الناحية المعنوية، تحفيز جيد للمنتخب المغربي. شوف اللقطة بكل هدوء، صعيب بكل صراحة رغم المتابعة ما يمكنش أحسن مثل هذه الكرات. مشات ملولبة دائرية وبقوة كبيرة، ما يمكنش شيء. وبالتالي الآن ترتفع الحاصلة إلى 3-0. اللاعب رقم 12 فرصة مرتد خاطف لفائدة المنتخب المغربي مرة أخرى عند اللاعب إلياس الشاعر. إلياس تمريرة جميلة، تسديدة والتماس، تسديدة من عند عطية الله الظهير.